وسهلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. عواشركم مباركه بالصحه والسلامه ان شاء الله، باش ما تمنيتو يا ربي الله يدخل عليكم هذا الشهر الفضيل. اي حاجه كتمنوها يا ربي. فوصفه ديال اليوم او الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غيكون على شكل عسل منزلي. فبما انه الشهر المبارك على الابواب، فاكيد غتحتاجوا للعسل باش توجدوا بزاف ديال المعسلات اولا شبكيه اولا بزاف ديال الحاجات. قبل ما نكملوا اولا نبداو في التحضير ديال العسل ديالنا، الا كنتي اول مره كتشاهدي القناه ابوني في القناه باش يوصلك الجديد ان شاء الله. فما تبخلوش عليا بتعليقكم وآرائكم، ونتمنى ان شاء الله نفيدكم. فيلا معايا نبداو بطريقه ديال التحضير. فعلى بركة الله، بالنسبة للمقادير غنحتاجو هنايا عويدة ديال القرفة، غنحتاجو هنايا شوية ديال اتاي، انا درتو هنايا في هادي هكا، كنربطو هكا بشي توب ولا بشي حاجة. عندي هنايا 2 حامضات قطعتهم دوائر، وجوج قوالب ديال السكر وماء الزهر. في كوكوط اولا في طنجرة ديال الضغط غادي نبداو هنايا، غادي نزيدو الماء. فهنايا انا درت 2 قوالب السكر، اي تقريبا ايترو ونص حتى 2 ايترو ديال الماء اللي كنزيدو. العبر راه كيكون قرعه ديال الماء ديال ليترو. ديروا فيها ايترو ونص تقريبا او اكثر شويه. المهم هانتوما راه غيبان لكم في الفيديو. زعما تخافوش كيبان لكم بحال هكا كتقولوا كيفاش غيدير بحال هكا، راه اصلا داك السكر راه غيدوب. هذه هي القرعه انايا باش عبرت. القرعه الاولى كانت عامره ودابا القرعه الثانيه ناقصه شويه. بحال هذا الشكل هذا. وغادي نحطو بعد على الاتاي ديالي، نحطو الحامض كامل، نحطو القرفه العويدات كاملين من بعد ما غسلناهم طبعا. وهنايا غادي نزيدو ماء الزهر. شحال درت؟ كاس الا ربع ديال ماء الزهر، وغادي نحطوها فوق البوطه. غادي نخليوها حتى كتذوب، حتى كيذوب داك السكر وكيبدا العسل ديالنا يتغلى. هانتوما غنخليوها حتى كيغلى وكيذوب داك السكر كامل، حتى كيغلى شويه، ينقص لينا الخليط ديالنا في الكوكوط اولا في طنجره ديال الضغط. هانتوما بحال هكا شفتو كتبدا تغلى وكتطلع لينا داك الرغوه. ديك الساعه غادي نسدو عليها، يعني تاكدوا باللي الماء ما فاضش، وتاكدوا باللي ما طلعاتش لينا ولا فوقاش دابت. ما غاديش زعما دير لينا شي حاجه ولا تفيض ولا صافي. من هنايا غادي نسدو الطنجره ديالنا حتى كتبدا تصفر الطنجره. غنحسبوها 20 دقيقه بالتاكيد بالضبط. من بعد ما غادي نحيدوها، غادي نحلو عليها. هانتوما دابا غادي يبان لكم خفيفه. غتهزوا واحد المعلقه غديروها في شي طبسيل بحال هكا وغتخليوها تبرد، حيت العسل ملي كيبرد كيبدا يقصح. فباش زعما ما تغفلكمش، خليو شويه تتبرد وديروا غير بيديكم هكا يديكم. غتلاحظوا واش تقالت ولا لا. في هاد الاثناء باقي العسل ديالي فوق البوطه، ولكن نقصت ليه تماما. هانتوما فوقاش كنرجعوه فوق البوطه، غير كيبدا يدير ديك الرغوه كنعرفوه باللي صافي طاب 100%. صافي وكنطفيو عليه. وهانتوما هذا هو العسل ديالي من بعد ما طفيت عليه.
كيبقى بحال هكا كيبات، غطيوه وخليوه يبات ولا ديروه فشي حاجه حتى كيبرد تماما. غادي يقصح ليكم غادي يفيدكم طبعا. هذا هو الشكل النهائي. نتمنى ان الوصفه تكون نالت اعجابكم. وصفه سهله مهله غادي تفيدكم لهذا الشهر المبارك ولتحضيرات رمضان طبعا. ما تبخلوش عليا بتعاليقكم وبارائكم، وطبعا مشاركتكم في القناة. ان شاء الله تكبر القناة، وعلاش لا نديرو بزاف د الحاجات مع بعضياتنا. في الفيديو غادي يبان لكم العسل باقي خفيف، ولكن فوقاش غيبرد راه كيتقال. ما تغفلوش عليه، ديرو بالضبط الوقت اللي قلت لكم. الكوكوط غير كتبدا تصفر حسبوا 20 دقيقة، ما تزيدوا حتى دقيقة. وهذا ما كان. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.